جايب لك اداه كويسه قوي باستخدام الذكاء الاصطناعي زي الصوره اللي عملتها دي كده بالظبط. هعرفك ازاي تقدر تعملها بكل سهوله. الاهم كده يا صاحبي تصلوا على النبي في الكومنتات، وتعالوا دلوقتي نركز ازاي نقدر نعمل صور زي دي، نعمل دمج لاي حاجه احنا عاوزينها في الصور او في الاماكن اللي احنا عاوزينها. بس طبعا يا ريت كده تكمل الفيديو ده علشان تفهم كل حاجه. الموضوع بسيط جدا، بس هيفرق معاك لو كملت الفيديو من بدايته لاخره. لو جيت كده تدخل على الموقع اللي انا سايبه لك في الوصف، فزي ما انت شايف لو جينا نعمل عمليه تسجيل هيقول لك ان ده مش متاح في الدوله بتاعتك. ليه؟ لان للاسف الطريقه دي او الاداه دي لسه ما اشتغلتش في الدول العربيه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدا نروح ننزل في بي ان. انا هسيب لك طبعا الرابط بتاعه في الوصف. ده التطبيق. وهتبدا تدخل هنا على اتصال ذكي دي، وهنبدا نختار بقى الدوله وليكن الولايات المتحده، وهنبدا كده نعمل اضغط للاتصال. هنبدا كده نروح على الموقع مره ثانيه. لو جيت كده بصيت هتلاقي ان الفي بي ان كده اشتغل معانا. زي ما انت شايف بيقول لك تم تفعيل الشبكه الافتراضيه. فهنبدا نروح كده على كلمه ساين ان، ونبدا نختار بقى الايميل بتاعنا. اي ايميل لو عندك، مش شرط الاساسي. وهتبدا تروح على الكلمه دي، وبعد كده تضغط هنا تحت كده ستارت فروم دي، وهتبدا بقى تضيف هنا الحاجات اللي انت عاوز تدمجها. يعني مثلا انا عندي وليكن الصوره دي صوره عربيه انا عاوز اضيفها في الصحراء. هعمل ايه؟ هبدا كده استنى لحد ما الصوره تجيب لي علامه صح كالاتي، وهبدا ادخل على تاني حاجه اللي هي ابلود بقى المكان نفسه، وليكن الصحراء دي. طبعا الصور دي انت بتجيبها من جوجل عادي، يعني بتروح تعمل سيرش في جوجل، عاوز مثلا عربيه ممكن تكتب النوع بتاعها، او بقى تختار اي صوره تعجبك من العربيات اللي هتظهر لك. نفس الكلام الصحراء، اي صوره صحراء تعجبك تقدر تضيفها. ممكن تعمل جنريت على طول من تحت كده، او الاحسن طبعا ان انت تكتب يعني بعض التفاصيل علشان الصوره تطلع بشكل احترافي. وليكن مثلا هنكتب اريد تصميم صوره السياره في الصحراء مع غبار خارج من كوتش السيارة. وهتبدأ كده يا صاحبي تعمل جنريت، وهتشوف بقى الصور اللي هتظهر ليك هتكون عاملة ازاي. زي ما انت شايف كده يعني الصور ظهرت معانا صراحة. الموضوع كويس جدا فوق ما بص، يعني انا مش عارف اقول الصراحة. الموضوع كويس جدا قوي قوي قوي. يعني بص حتى الكواليتي كل حاجة، ونفس اللي انا كتبته اهو قدامكم ظهر برضو معانا. في ناس كتيرة بسبب الذكاء الاصطناعي ممكن شغلها يعني ما يبقاش ليه لازمة. ليه؟ لان انت دلوقتي اي حاجه انت عاوزها بتدخل تطلبها من الذكاء الاصطناعي بيعملها لك بضغطه زر، انت ما بتتعبش ولا بتعمل اي حاجه. والاحسن يا صاحبي ان انت تتابع الذكاء الاصطناعي باستمرار. في حاجات كتيره كويسه جدا فوق ما تتخيل هتقدر ان انت تستخدمها وهتفيدك في حياتك. صراحه النتيجه مبهره فوق ما كنت اتصور. شفت الاداه حبيت ان انا اجربها بنفسي، وبعد كده حبيت ان انا اعمل لكم فيديو وانزل لكم الطريقه. وقلت لك طبعا لو قابلك مشكله وانت بتسجل فهتعمل ايه علشان تحل المشكله دي. فطبعا الموضوع سهل جدا، وكمان تحمل الصوره من هنا تبدا تعمل كده زي ما انت شايف الصوره اهي. تمام. وده طبعا كان فيديو النهارده، اتمنى طبعا يكون عجبك. يا ريت لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل كومنت، ولو انت جديد يا صاحبي يا ريت تعمل اشتراك علشان طبعا اي جديد انا بعمله يجي لك على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.